صباح الخير. كيف ابني؟ لا تشغلي بالك، لساته ببطنك. طيب صحته منيحة؟ الحمد لله. الظاهر انه طالع قوي لأمه. انت وياه تجاوزتوا مرحلة الخطر، رح انا نقلك على الغرفة. بتشكرك كتير. شي حلو عن جد. بنتي طالعة كتير حلوة بالعرس وصهري كمان. اوه صباح الخير يا عروس. خير سهام، ليش قلبي خلقتك هيك؟ لا ابدا عادي، ما فيني شي. شو يعني عزيز لسه ما رجع البيت؟ في عنده مهمة. معقولة هيك سخافة من أول يوم بيتزوجوا فيه؟ كيف يعني ما إجا؟ حبيبي قدرت لا تعصب، بتصير بين أي زوجين وهن بيحلوها بين بعضهم. مزبوط سهام؟ قبل شوي أنا حكيت مع عزيز، هو اعتذر كتير لأنه ما رجع على البيت ورح يعمل مستحيل لحتى سامحه. لا، عن إذنكم. ألو. لقيت البنت جايبينها على نيفاهار وهي بالعناية المشددة سيدي. طيب تعرف شو بدك تعمل. سهام، بس يجي عزيز بتخبريني. لازم أقعد مع صهري شوي وأحكي. برافو يا سهام، صدقيني انت عملتي الشي الصحيح. على طول خليكي جنب جوزك وعم تدافعي عنه. اللهم أجرنا من فتنة الدنيا ومن عبادك الظالمين. اللهم أجرنا من فتنة آخر الزمان. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال ومن الهم والغم. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال ومن الهم والغم. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال ومن الهم والغم. السلام عليكم. كيفك أحمد بيك؟ بالحقيقة أنا عم راقب موضوع تسريحك من الجيش عن قريب. الله يخلي لنا إياك، وبتشكرك كثير على اهتمامك بالموضوع. العفو منك. مرحبا. مرحبا. أهلين. أهلين وسهلين. بالحقيقة في تطورات حلوة بخصوص التعليم بجامعاتنا، بس بدكم شوية صبر. ليش في قدامنا حل تاني غير انه نصبر؟ مرحبا. أهلين وسهلين فيك. نطرتك كتير خالي، شكرا. بترجاك تسامحيني. الله يرضى عليك يا ابني ويوفقك. نحن اجينا بس مشان نتشكرك، لولاك شو كان صار بحالتنا. استغفر الله خالتي، شو هذا الحكي؟ لا يا ابني، الشيء اللي عملته كبير كتير. بنتي بآخر سنة رح تتخرج وتصير آنسة، ولو ما ساعدتنا شو كان صار بحالتنا. هلا اجانا خبر من المحكمة، قال في تطورات حلوة بخصوص الدعوة اللي رفعناها. بتشكرك كتير، أنا رح دقق فيها. خالتي لا تشغلي بالك أبدا، إن شاء الله ما حدا رح يقدر يمنع أبدا أي بنت إنها تتعلم، وأنا كل شي بيطلع بإيدي رح أساوي. الله يخلي لنا إياك. بس كل هالظلم يلي عم بصير وكل القهر وكل الحرمان، مين رح يقدر يوقف بوش هدوك الظلام؟ مين رح يقدر يداوي هموم وأوجاع هالناس؟ لا تاكلي هم أبدا، على الأكيد رح يطلع شي حدا، وأنا بأكد لك
هالشخص رح يوقف كل الظلام عند حدهم. رنا، يلا قومي. جبتلك أكل مشان تفطري. أنا ما باكل من إيدك غير السم لحتى أرتاح، طبعا منشان روح لعند بنتي بأسرع وقت. لو إني مكانك ما كنت عملت هيك. بنتك عايشة يا رنا. أنت أكبر كذاب، عم تحكي هيك منشان تعذبني وتحرق لي قلبي، مو هيك؟ ما لقوا جثة بالبيت يلي انفجر، ونحن عم نحقق بالحادثة لقينا حدا أسعف بنتك على المشفى. يا ربي، عم تحكي عن جد؟ من شان الله بنتي عايشة؟ قلت لك انه بنتك لساتها عايشة، بس انت رحتي بكل وقاحة وقلتي للكل انه انا قتلت بنتك وافتريتي علي. بس يا رنا انا هلا رح اقتلها بنتك عن جد. والله العظيم بقتلك، صدقني هالمرة بقتلك وبقطعك بسناني. تقتليني بس بعد ما اقتلها. لا أخي، لا تعمل فيني أنا وبنتي هيك، حرام عليك. هي ما بتعرف بأي شيء وما لزمت هالخلاف اللي كان بيناتنا. كنتي فكري بهالشي قبل ما تبهدلي عرس بنتي، وكنتي فكري منيح قبل ما تتهميني قدام المعازيم. أخي من شان الله لا تقرب على بنتي، قتلني لإلي بس بترجاك لا تقرب من بنتي. تأخر الوقت يا رنا، خلص أنا أعطيت الأوامر، تأخرت كتير. لا استنى، أصحك تعملها. أخي بترجاك تعالي لهون، بوس إيدك لا تقرب من بنتي. أعطيها الإبرة. لا ما بدي، تركيني، بعدي عني. اسمع، هالمرة عن جد رح أقتلك وما رح أرحمك ابنهم. اتركني أخي. طيب اسمع، أنا بوعدك هلا بس ترجالي بنتي رح نروح من هون وما عاد تشوف وشنا أبدا. للأسف تأخرت كتير يا رنا. بدنا ناخدك على الغرفة. طيب خليني ساعدك. شكرا، ما في داعي. كيف حاسس حالك؟ كيف بدي يكون؟ لا تقول هيك، انت نفدت من الموت. الحمد لله على كل حال. مآمن بالله وباللي كاتب لي اياه. ربنا بيعطي وربنا هو اللي بياخد. دخيلك يا رب يعطيني القوة والصبر. إليف، 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 ما بيصير تقوم، لا تتحرك. بترجاك خليك هون بمكانك. في إليف، خطر على حياتك، ما بيصير بنتي. تقوم هيك. إليف، إليف، عمي إبراهيم، إليف، ما بيصير تقوم. عمي إبراهيم، إليف، خير شو صار لك؟ بنتي يا عمري أنا. عمي خبروني إنه أنت متي، قالوا لي إنه بنتك ماتت. ألف حمد وشكر يا ربي، ألف الحمد لله إنه أنت لساتك عايشة.